السلام عليكم، وحشتوني ويا رب أكون أنا كمان وحشتكم. بُصّوا يا جماعة، في واحدة كلمتني وبتقول لي إن هي سمعت برنامج للدكتور مبروك عطية، وفي سِت كانت بتسأله، فالسِت كانت بتقول له إن أنا بنتي مقاطعاني، ومقاطعاني بقى لها كتير ومن غير سبب، يعني أنا ما أعرفش حتى السبب إيه، حتى الناس بيسألوني في إيه، أقول لهم ما أعرفش، أنا مش عارفة إيه السبب، أنا ما عملتش فيها حاجة وحشة. بتقول له بنتي دي مطلقة وهي بتشتغل وليّا ابن شغّال عامل بس على قد حاله، وابني عنده طفل مُعاق ذهنيًا، وهو ماشي على قد حاله خالص. فبنتي دي بقى ممكن نقول إن هي إيه، بتستقطع أخوها، رامية جتتها عليه، وبتاخد مرتبها تجيب بيه دهب. فأنا رُحت هناك عنده لقيتها موجودة هناك. فأنا استغربت لوجودها وبعدين فإيه، قُلت أكلمها وأقول لها إن أخوكِ على قد حاله وأنتِ يعني تخفّي عنّه شوية يعني ما تدوسيش عليه كده. ردِّت عليّا رَد غريب أوي، قالت لها: "إلهي يدوس عليكِ قطر." تخيّلوا لمّا بنتي تقول على أمها كده يدوس عليكِ قطر، كلمة وجعتني بطريقة وحشة جدًا. فالسِت بتقول: "أنا نفسيتي تعبت وزعلت." دي السِت اللي كانت بتكلم الدكتور مبروك عطية. نيجي بقى للست اللي سمعت المكالمة، على فكرة أنا كمان سمعت الحلقة ديّة، ونفسيتي تعبت جدًا من الرد ده، بس إحنا بنصادف حاجات يمكن دي ناس بتطلّع اللي جواها وتقوله، وفي ناس تانية ما بتطلّعهوش، ما بتقولش اللي جواها، زي ما الست دي قالت لي بالضبط، قالت لي: "أنا لمّا سمعت الكلام ده لقيتها بتشبهني في حاجات، لقيتها بتشبهني في حاجات." يعني بتقول لي: "أنا عن نفسي زوجي متوفي بقى له 20 سنة." 20 سنة وأنا شايفة الويل والمرار، وقفت مع ولادي لغاية ما جوّزتهم والحمد لله واتطمنت عليهم، فاضل واحدة بس بنتي الصغيرة، بنتي دي في تانية جامعة، أنا تعبت معاها ودلّعتها، وعايزة أقول لكم إن أنا معاشي على قدّي، وباشيل من معاشي على قد ما أقدر عشان أجهّزها. فبتقول البنت الست دي لمّا أنا سمعت مكالمتها فكّرتني ببنتي اللي هي بتتعامل معايا يعني أسوأ معاملة ولو إنها معاها. نيجي للأولاد، كل واحد فيهم اكتشفت إنه بيقول يالّا نَفْسي، كل واحد فيهم مع نَفْسه، لدرجة إن أنا تعبت ورُحت للدكتور وكان عندي ضربات قلب سريعة وخنقة وضغطي بيوطى مرّة واحدة وبيُغمى عليّا، فرُحت للدكتور قال لي: "أنتِ ما عندكيش أي حاجة." طبعًا بعد الكشف ورسم القلب والكلام ده، "ما عندكيش أي حاجة." بس الموضوع نفساني، يعني حاجة نفسية. فطبعًا قُلت قُلت ممكن يكون الدكتور ده خايب ومش عارف يشخّص، فقال لي الكلمتين دول. فبصراحة رُحت لدكتور تاني، ما رُحتش لدكتور تاني عشان خايفة على نفسي أو خايفة على صحتي، لأ، أنا نفسي ربنا يقوّيني عشان ما احتاجش لحد وما احتاجش مساعدة حد، وفي نفس الوقت أقدر أكمّل رسالتي. بس بييجي عليّا وقت أحس إن أنا مخنوقة وزهقانة ونفسيتي زي الزفت. أنا باصلّي وباصوم وباتقي الله أوي الحمد لله، بس فكّرت بدل المَرّة 2 و3 إن أنا أنتحر. ليه؟ ليه؟ هو إحنا ممكن نوصّل نفسنا لدرجة إن إحنا نموت كفرة من ضغط أولادنا علينا؟ ممكن، ممكن والله، النَفْس ضعيفة أوي، وساعات البني آدم لمّا بيكون حسّاس زيادة عن اللزوم بيقول أنا أخلص من حياتي أرحم من الضغط النفسي اللي أنا فيه ده. لأ، أنا عايزة أقول لِك بقى حاجة بطريقة تانية خالص، طُزّي في اللي يزعّلِك، وطُزّي في اللي يضايقِك، وطُزّي في اللي ما يعرفش قيمتِك، خلّيكِ في نفسِك شوية، وروّقي نفسِك كده وما تزهّقيش نفسِك ولا تضغطي، واللي مش عارف قيمتِك سيبيه عينيه من دماغِك، هو ما يستحقش إنِّك تفكّري فيه، عينيه من دماغِك، عينيه من دماغِك.
وفكري في نفسك، اتهوي، اخرجي، روحي سيدنا الحسين، روحي سيدة زينب، روحي السيدة عائشة، روحي السيدة نفيسة، روحي اتهوي كده. اخرجي، حتى عارفة لو خرجتي قعدتي في الشارع كده على مثلا على كافيه ولا حاجة، سيبك من سنك، أنا عارفة أنت بتقولي لي عندك 64 سنة، ولا يهمك سنك، سنك ده أنت هتزيدي عليه من الكآبة ووجع القلب اللي أنت حطاه على نفسك. لا، انسي الكلام ده، قضاء ربنا هيجي وقت ما يجي، يجي وقت ما يجي. بس انت اعملي اللي عليك، اوعي تنكدي على نفسك وتكبتي نفسك، عشان هتموتي كده منقوطة. يبقى ليه؟ لا، خليكي في نفسك، خرجي وتهوي، فسحي وخدي نفسك. طالما ان انت ما حدش ليه فضل عليكي ولا انت مقصرة مع حد، خلاص. واذا كان على ولادك، الباب موجود، البيت موجود، اللي يخبط في اهلا وسهلا نقول له اهلا وسهلا، واللي ما يخبطش ما تسأليش انت فيه. اوعي قلبك يوجعك وتقولي انا اروح له واطمن عليه وكلام، لا 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 لا. انت اللي المفروض قلبهم يوجعهم عليكي، وانت اللي هم اللي يطمنوا عليكي، مش انت اللي تروحي تطمني عليهم، لا. انت عملت اللي عليكي، انت عملت اللي عليكي، واللي ما يعرفش قيمتك وما يقدرش قيمتك ما تزعليش مني. طز، طز. كل واحد مصيره هيكبر ويبقى عنده اولاد كبار، ويبقى هو كبر ويبقى في نفس مكانتك، وان شاء الله اللي بيتعمل معاكي هيتعمل معاهم. بس انتي، انا عايزه اقول لك للامانه، اوعي تدعي على حد، اوعي تدعي على حد، عشان مهما كان قلبه قاسي انتي اللي هتتوجعي لو دعيتي عليه او عرفتي انه تعبان او زعلان او اي حاجه. انا امي وفاهمه انا بقول لك ايه. كل اللي اقدر اقوله لك ان انتي ما تشيليش هم حاجه ابدا، خروجي وتفسحي وتهوي، وهوي عن نفسك كده، واقعدي اتفرجي على التلفزيون، مارسي هواياتك لو انت هواياتك المشي، القرايه، الفرجه على المسلسلات، على الافلام، اعملي الشيء اللي يسعدك، اعملي الشيء اللي يسعدك، وما تستنيش، انت كفايه قوي عملت اللي عليك واسعدت كتير. بس امانه امانه، اوعي تفكري في الموضوع الخايب بتاع الانتحار والكلام الخايب ده. ربنا يسعدك يا رب ويديك الصحه، ويهدي كل من كان، ربنا يهدي ابنائنا كلنا يا رب. ووصل لهم رساله، امكم اللي موجوده دلوقتي وانتوا مش محوطين عليها ومش واخدين بالكم منها، هتندموا كتير قوي لو بصيتوا ما لقيتهاش في وسطكم. سلام عليكم.